والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين المكتبه دي. معاكم محمد في ريفيو من الريفيوهات العظمه اللي هتاخد وقتها في الانتشار والناس هتتفرج عليها الوقت طويل جدا. واحده من تجارب واللي بنختم بيها تقريبا في اخر شهر في 2025 افضل ساعه جربتها في 2025 في الفئه الاقتصاديه من براند سي ام اف باي ناثينج، ساعه الواتش 3 برو، احدث ساعات سي ام اف موديل واتش 3 برو. بجرب الساعه بقالي اسبوع، تجربه مميزه بكل تفاصيلها، ديفوهاتها قليله ومميزاتها كتير قوي. ويا سلام لو انت واحد بتلعب رياضه، فانت يا معلم عندك شويه اوبشن دلع الدلع. وسعر الساعه اطلاقا ما يتقارنش بالفئه الاقتصاديه، هيتقارن بهواوي وهونر وشاومي والساعات اللي في الفئه المتوسطه في فئه سعريه اقتصاديه من سي ام اف. تجربه مميزه جدا لواحده من الساعات المميزه جدا اللي هتحقق نجاح كبير معانا في 2026. خلينا نبدا الريفيو كالعاده بالاجزاء بتاعتنا ونتكلم عن اول جزء وهو الانبوكسنج ومحتويات العلبه الخاصه بالساعه الجديده من سي ام اف، وهي السي ام اف واتش 3 برو. بعد نجاح ساحق من السي ام اف الواتش 2 برو، النهارده بنتكلم عن ال 3 برو واللي جايه تمتعنا وتدلعنا وتحل لنا كل المشاكل اللي كانت موجوده في ال 2 برو. طبعا كالعاده من سي ام اف باكينج غريب وعجيب، لكن ده شكل العلبه اللي جاي شويه تحس ان هو قريب للواتش 2 برو، لكن دي ساعه او علبه مستطيله كده مكتوب هنا اسم البراند باي ناثينج واسم الساعه، وادي شكلها مفيش حاجه على الجناب. هنا برده ناثينج، مفيش حاجه في الجنب، وعندك هنا شويه مواصفات. جايب لك هنا الديزاين تصميم من سبائك الالومنيوم، وعندك هنا الشاشه حجمها كبير جدا وبقت حجمها 1.43 اموليد ديسبلاي، وعندك ان الساعه بتدعم 130 مود رياضي. عندنا هنا كمان ان الساعه فيها جي بي اس وتتبع ثنائي النطاق، طبعا دي دقه اكبر في الجي بي اس. عندك مدرب ذكي عشان لبعض التمارين الرياضيه، واخر حاجه بيتكلم عنها ان البطاريه بتقعد لحد 13 يوم. هنا اللون بتاع الساعه دارك جراي، ده الحاجات المهمه يعني. ونفتح بقى يا صاحبي ويا صديقي ويا عشره عمري الساعه مع بعض بالشكل ده كده. وهنا نلاقي تاني بوكس تاني برضه غريب وعجيب، وادي الساعه في الداخل. طبعا بيقابلنا هنا الاول الساعه اللي ما اختلفتش كتير في التصميم عن السي ام اف واتش برو 2، لكن اختلفت جوهريا في السوفت وير وحجم الشاشه والمواصفات التقنيه اللي بتكلمها. طيب عندنا ايه تاني في العلبه؟ في تحت كده هيكون عندنا الكتالوج، كتالوج كبير برضه. ايه ده؟ كل ده كتالوج؟ ده الكتالوج بتاع الساعه. اتمنى يكون فيه لغه عربي، ولو ان هم مش مهتمين، مش عارف ليه ما بيهتموش باللغه العربيه رغم يعني في مستخدمين كتير باللغه العربي. طيب ده الكتالوج في انجلش وفي صيني. وعندك هنا الشاحن، الاثنين بينا هو نفس الشاحن بتاع السي ام اف. ده بالنسبه للانبوكسنج ومحتويات العلبه. فهنخش دلوقتي على الجزء الثاني ونتكلم المواصفات التقنيه والسوفت وير اللي هتستمتع بيها في تجربتك للساعه السي ام اف الواتش 3 برو. واللي مبدئيا كده عندك شاشه بدقه 466 في 466، ريزوليوشن عالي جدا مع معدل تحديث 60 هرتز، سرعه استثنائيه في استخدامك للتاتش واستخدامك للساعه. طبعا ديت واحده من الاختلافات الجميله جدا في ان الساعه بتقفل اول ما انت بتقلعها والكلام ده. وطبعا شاشه اموليد حجمها اكبر بكتير من الموديل السابق اللي كان اصغر بفرق ملحوظ. عندك هنا ديت 1.43 ودي 1.36، فرق كبير جدا في حجم الشاشه. طيب عندنا كمان سطوع اعلى برضه بفرق ملحوظ 675 نتس، ده وضوح اعلى تحت اشعه الشمس. طبعا الساعه كلها من الالومنيوم، طبعا ستراب سيليكون بخامه محترمه جدا وخفيف قوي في الاستخدام. تدعم الجي بي اس المزدوج، وده بيدي تتبع افضل في الاماكن بقى اللي الجي بي اس فيها ضعيف زي المدينه وزي تحت الاشجار والكلام ده. مستشعرات مراقبه ضربات الاكسجين طبعا، وقياسات دقيقه جدا في القياسات. فيها سماعه وفيها ميكروفون عشان المكالمات تقدر تتكلم منها وترد منها على المكالمات بشكل كويس جدا. بطاريه 350 ملي امبير، وحجم البطاريه مش هو الاساس في استخدامك للساعه. في ساعات بتبقى 900 ملي امبير وتقعد معاك يوم كامل، لكن السوفت وير هو اللي بيعتمد على استخدامك للساعه، فممكن تقعد معاك لحد 13 يوم في شحنه واحده. طبعا تدعم 130 مود رياضي. طبعا فيها مميزات اضافيه كتير زي التحكم في الساوند والتحكم في الكاميرا عن بعد والتحكم في المكالمه. هنتكلم عن كل الكلام ده بالتفصيل، بس انا بقول لك المواصفات التقنيه. هنستعرض دلوقتي مع بعض عشان في فرق ملحوظ وفرق كبير جدا في الساعتين ما بين الواتش 3 والواتش 2 برو. نستعرض دلوقتي مع بعض الفرق، واول فرق معانا وهو حجم الشاشه. طبعا دي كانت 1.32 دي 1.43، فرق ملحوظ جدا يا شباب. بالنسبه لحجم الشاشه، سطوع الشاشه في 3 اعلى بكتير، هي 675 تو قبل كده كانت 620،
20. طبعا الجي بي اس هنا ادق وقياساته افضل من الجي بي اس هنا، ده ثنائي النواه لكن ده كان احادي. عندك هنا 130 مود رياضي، طبعا تدعم 120 مود رياضي. البطاريه هنا حجمها اكبر، ممكن تقعد لحد 13 يوم، دي اخرها 11 يوم فضل على ستاند باي. عندنا البيزل ده مش بيتغير، هنا كان بيتغير، فده الفرق الوحيد اللي صالح الواتش 2 برو. ده بالنسبه للاختلافات ما بين الساعتين، عشان لو انت هتقارن ما بين الواتش 2 برو والواتش 3 برو فانا عايز اقول لك ان الفرق كبير جدا. وكمان في فرق ملحوظ في السوفت وير، هنا فيها تسجيل، فيها ريكورد، هنا مفيش فيها ريكورد، هنا في مساعد ذكي، هنا مفيش مساعد ذكي. في شويه تفاصيل برضو في السوفت وير ممكن نستعرضها واحنا جوه الريفيو. هوريك دلوقتي بقى شكل الساعه والتصميم بتاعها برضو عشان تبقى انت شايف الساعه شكلها عامل ازاي وتصميمها عامل ازاي. عجبني قوي اللون الاسود، هي متوفره باربع الوان، اسود او دارك جراي، وفي ابيض او لون فاتح، في كمان لون الاورنج، وفي لون جديد نزلوه وهو اللون الاخضر كده، لون مش اخضر، لون اخضر فاتح قوي. خلينا اوريك شكل الالوان. ده بالنسبه للثلاث الوان الرئيسيه اللي هو الاسود مع ستراب اورنج، والاسود مع ستراب اسود، والابيض مع ستراب. وفي لون جديد كده بقى هم نزلوا بيه، واللون ده اسمه ايه لون كده اخضر على ابيض، ده اللون الابيض اهو، ده شكل اللون الابيض، وده شكل اللون الاخضر اللي بقول لك عليه، اخضر فاتح قوي كده. المهم هي نازله باربع الوان، والحمد لله الاربع الوان متوفرين في ستور المكتبه. وده زي ما انت شايف بقول لك التصميم، ودي بقى ما بتتفكش زي ما كان بتفك في الفيرجن السابق. والسكرول هنا اللي فيه نقطه اورنج كده، وده شكل ستراب برضو خفيف قوي ومريح جدا 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 في اللبس. طيب يلا بينا بقى نخش على الريفيو بتاعنا الاساسي بقى ونتكلم عن الساعه من الداخل. عندك اول حاجه لما بتسوايب من فوق تحت كده بنخش على الاختصارات اللي بيكون فيها البطاريه ونسبه الشحن ومتصله بالموبايل ولا لا. تمام. عندنا اول حاجه هنا ده وضع عدم الازعاج عند تشغيله، وما بيجيلكش مكالمات ولا اشعارات. بعد كده هنا نفس الاوبشن بس يعني ايه مختلف في اضافه ان هو في كمان ما فيش رافع معصم، لكن ده ساعه النوم. عندنا هنا بقى الويك اب، لما بنقفل الويك اب بالشكل ده كده، لكن لما بنفعل الويك اب بالشكل ده كده لما بنرفع ايدنا بس الساعه بتنور. التحكم في الاضاءه، وطبعا الجديد هنا برضو مش موجود في الساعه السابقه، هو ان هو في اضاءه تلقائيه، لو الاضاءه عاليه الساعه اضاءتها بتعلى، لو الاضاءه قليله الساعه اضاءتها بتقل. عندنا هنا طبعا اوبشن الكشاف والتحكم فيه ما بين فتح وقفل، وما بين كمان الوان، ممكن تخلي فيه فليشر كده بالشكل ده، ممكن تختار لون، وممكن تختار اللون ده تعمل بيه اضاءه، فيها شويه تفاصيل حلوه موضوع الكشاف. بعد كده عندنا هنا السيتنج اللي هنتكلم عنه بالتفصيل لما نخش على القائمه. ده بالنسبه للاختصارات. لما بنسوايب من فوق تحت كده بنخش على الاشعارات، طبعا اللي بشغلها بخط عربي واضح وجميل جدا. عايز اقول لك بقى يا باشا واكلمك عن سلاسه التاتش ما شاء الله قوه بالله، سموث جدا واضح جدا. وادي مثلا اهو الخط العربي، الاشعار جاي من واتساب، ده بالنسبه اهو زي ما انت شايف بالنسبه للشكل، ويجي لك بقى بالتاريخ واليوم وتفاصيل جميله جدا في الاشعار. ممكن نرد، حلو جدا، ممكن نرد على الاشعارات برسائل جاهزه احنا محضرينها بالشكل ده كده. فده بالنسبه للاوبشن برضو ممتاز جدا وهو في الواتساب. لا نسوايب من اليمين للشمال او من الشمال لليمين كده، بنخش على الشاشات الجانبيه على شكل الشاشات الجانبيه وايه اللي فيها والداتا. طبعا ده المود الرياضي، طبعا التحكم في الساوند. بعد كده عندك هنا قياس النوم، عندك قياس النبض. طبعا هي مش هتقيس لو احنا مش لابسينها زي ما انت شايف بالشكل ده كده اهو. قال لك ان احنا محتاجين نلبس الساعه، او ما حطيت على ايدي بدا يقيس، هشيل كده هيقول لك محتاجين نلبس ساعه، البسها وتقارنها مع الاكسجين. طبعا ما فيش اي اختلاف على دقه وجوده القياسات، 75 على طول بنفس الوقت 75. القياسات دقيقه بشكل رهيب يعني. من اول مره 76 اهو، 76 في نفس اللحظه. دلوقتي مثلا احنا علينا اهو 81 82، شوف دي مثلا طلعت ل 84. فدقه القياسات ممتازه جدا. عندك هنا دلوقتي بقت 80 79 في الساعه، 82 اهو، وبتنزل بقت 80 78 79، الاثنين يعني متقارب بشكل مش متقارب، هو دقه رهيبه. عندك 78 78. طيب ده بالنسبه لقياس نبض القلب. بعد كده هيكون عندنا هنا بقى المكالمات وسجل المكالمات، ده بالنسبه للكونتاكت اللي سجلناه. عندك هنا سجل المكالمات، وعندك هنا لو احنا عايزين نعمل اتصال، واخر حاجه هنا تزامن درجه الحراره. طيب بعد كده في ايه؟ نرجع للشاشه الرئيسيه. لما بتكون في اي حاجه فيها سكرول بنلاقي السكرول ده شغال بشكل كويس جدا زي ما انت شايف معايا بالشكل ده. والساعه فيها مجموعه من الخلفيات الحلوه جدا، وفي خلفيات كتيره جدا ممكن نتحكم في السيتنج. مثلا اللون زي ما انت شايف بالشكل ده كده، احنا اخترنا اللون الابيض فبقت اهيت باللون الابيض. وفي حاجات نتحكم في السيتنج بتاعتها زي هنا كده، مثلا ممكن نتحكم في دي تجيب لنا داتا معينه، نتحكم في اللي تحت دي تجيب لنا داتا معينه، وهكذا. يعني الساعه فيها شويه اوبشنز حلوه جدا بالنسبه
نقطه الخلفيات دي تقدر تلعب فيهم زيها، وبنقارن ما بينها وما بين هواوي وشاومي والحاجات دي. الساعات سي ام اف ما بتتقارنش اطلاقا بالساعات اللي في الفئه الاقتصاديه زي كيس الليكت او كوزبت او الحاجات دي. هنا السوفت بتاعها بيكون مقارنته بالهونر والهواوي والشاومي والكلام ده. صراحه واحده من الساعات الممتازه جدا يعني. طيب ده بالنسبه للشاشه الرئيسيه واللي بتقدمه. دلوقتي نخش على القائمه بالشكل ده كده، وعندنا ده شكل القائمه. وشوف السكرول، طبعا السكرول طول ما انت بتتحرك كده بيعمل فايبريشن كده عشان يعرفك ان هو يعني ايه بيتنقل ما بين القوائم وبعضها. وعندك اول حاجه هنا التمارين الرياضيه، ده شكل المود الرياضي بنفتحه بالشكل ده كده. زي ما بقول لك لازم تكون لابس الساعه. تخش على المود الرياضي بالشكل ده. عندك الجي بي اس بيشتغل في الاماكن المفتوحه، وبرده بيشتغل في المدن والطرق العاديه او الجانبيه شغال فيها بشكل كويس. ونقدر ان احنا نتجاوز ده بان احنا نشتغل تحميه، ونلاقي هنا اهوت في زي مدرب بيعرفك تعمل ايه. شوف دلوقتي شكل، بص المود الرياضي شكله رائع. في مدرب اهو بيقول لك ازاي تعمل تحميه، تمام، وتبدا بقى انت تسخن معاه اهو. شايف بيشرح لك بالتفصيل ازاي بتعمل مود رياضي. بعد كده اهو ده التحميه اهي بنخلصها كلها، وهو بيساعدك ازاي تعملها. تبدا بقى بعدها المود الرياضي بالشكل ده، بيقيس لك النبض، بيجيب لك المسافه، الوقت اللي انت لعبته، الكالوريز. تطلع فوق هنا كده بيكون التايم موجود على كل الشاشه، تبقى عارف الساعه كام دلوقتي، الخطوات، الكالوريز. تطلع فوق كمان تيجي بالجنب كده التحكم في الساوند. شايف التفصيله بتاعه التحكم في الساوند دي، صوره الساوند اللي شغال بتبقى في الباك جراوند، هنشوفها في شكل مفصل دلوقتي. وبعد كده لو احنا عايزين نعمل لوك للشاشه او نوقف او نخرج من المود الرياضي. طبعا الساعه موجهه للرياضيين بشكل كويس جدا، وهتديك داتا ممتازه في الرياضه. بعد كده بيخش هنا كده ده مدرب بيبدا معاك خطه انت بتكون مجهزها على الموبايل، وبتحدد له الوقت اللي انت محتاج تعمل فيه التمرين الرياضي، بتحدد له انت محتاج توصل لهدف ايه. بص تحفه بشكل جميل يعني. انا النهارده قايل له ان انا هبقى جاهز جمعه وسبت وحد ان انا اعمل معاك التمارين، بالتالي هو مش قادر يديني تمارين حاليا يعني، بيديني كمان تارجت ان احنا نحقق التمارين دي في وقت قد ايه، 8 اسابيع، وده اول اسبوع. طيب بعد كده يكون عندنا هنا سجل التمارين طبعا اللي انت عملتها. عندك هنا بقى معدل ضربات القلب اللي شفناها من شويه، قياسات اكيوريت حقيقيه بدرجه تصل ل 99%، ومقارنتها مع الاكسوميتر من اول مره كانت قياسات دقيقه جدا. طيب بعد كده يكون عندنا الاكسجين في الدم برضه شغال بشكل كويس جدا، تعتمد عليه بشكل كبير. درجه النشاط او نشاطك اليومي النهارده، وقفت كام مره ومش عارف ايه، ده برضه من التفاصيل الحلوه للرياضيين. عندك هنا النشاط اللي انت عملته النهارده. انا النهارده مشيت 2721 خطوه، وده التفاصيل بتاعته. على مدار الاسبوع حرقت النهارده 465 كالوريز، فضلت اقوم واقف 4 مرات. يعني تفاصيل حلوه. خطوات اهوت مشيت 2721 خطوه من 5000. تفاصيل حلوه جدا في النشاط اليومي. النوم بقى وقياس النوم، بتقيس كل المرات اللي نمت فيها. لو انت نمت من الساعه مثلا 11 قمت الساعه 4 تعد لك الوقت ده، رجعت نمت الساعه 5 وقمت الساعه 8 تعد لك الوقت ده. قياسات النوم كويسه جدا، وده تفاصيل النوم اهوت. انا نمت كذا الساعه كذا، قمت الساعه كذا، وبعد كده رجعت نمت تاني، النوم العميق كذا، الخفيف كذا. تفاصيل حلوه جدا جدا. وخدت قيلوله بعد ما قمت من النوم مدتها كذا. تفاصيل حلوه جدا اهو. شايف بيقول لك ان انت نمت ليلا من كذا لكذا، وبعد كده الغفوه اللي عملتها من كذا لكذا. تفاصيل حلوه جدا برضو في النوم، انا ما شفتهاش في ساعات تانية بالتفاصيل دي. عندك طبعا قياس الاجهاد برضو موجود في الساعه، ولازم تكون مثبت ايدك كده لمده محدده عشان تديك قياس كويس. زي ما قلت لك دي المسج اللي جابها لي لما انا اتحركت، قال لي لازم تكون ثابت وتكون الساعه بعيده عن العظم هنا ده. فاحنا هنقيس مره تانية ونشوف القياس عامل ازاي. دلوقتي درجه القياسات بتاعه الاجهاد بتجيب لك بقى على مدار اليوم، واقل درجه واعلى درجه. احنا مثلا 54 ده اقل درجه للاجهاد، 61 ده كانت اعلى درجه، ده المتوسط 60. فاحنا يعني ايه بنلعب من تحت المتوسط للمتوسط يعني، وبتقيس على مدار اليوم زي ما انت شايف بالشكل. في اوبشن بقى مختلف جدا اول مره نتكلم عنه، اول مره نشوف الساعات، وهو الاخبار. ده مش اخبار تنقل اخبار، ده انت بتشغل الاوبشن ده بالشكل ده وبتشتغل على الموبايل تعمل اي حاجه، بيديك تقرير عن اللي انت عملته في الموبايل. ده وصف الشركه للاوبشن، تجربته لسه بنتاكد منها وهنشوف بقى الدنيا فيها ايه. طيب بعد كده يكون عندنا هنا التسجيل، ممكن نسجل بقى بالشكل ده كده. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ منورين المكتبه تك، معاكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد لواحده من الساعات المميزه جدا في السوق المصري، وهي السي ام اف الواتش 3 برو. ده شكل التسجيل اهوت، نقدر ان احنا نسجله بالشكل ده كده، وبنعمل حفظ. مجرد ما نعمل حفظ هو بيسالنا نبعته على الموبايل ولا لا، فنقول له اه تمام ابعته، وبيبدا يعمل عمليه رفع للريكورد للموبايل. اول ما نخش على التطبيق بالشكل ده كده هنلاقي هنا اهو في تفريغ التسجيل دلوقتي بقى 95% اكتمل، وبقى الريكورد هنا بالشكل ده نقدر نسمعه كده. سجل بقى بالشكل ده كده. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ منورين المكتبه دي، معاكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد. صوت تحفه، المايك بتاع الساعه تحفه، تقدر تعتمد عليه بشكل كويس قوي يعني. طيب عندك هنا بعد كده الساعه العالميه لو انت عايز تتابع الساعه في اي دوله في العالم، وعندك هنا التذكير لو في تذكير انت عامله مع الابلكيشن فتقدر تشوفه على الساعه. المكالمات الهاتفيه بقى عندك هنا سجل
المكالمات والتنقل السلس جدا ما بين سجل المكالمات، وعايزك تشوفها صح. عندك هنا جهات الاتصال المتكرر لو انت باعت اسماء من الموبايل للساعه، وهنا لوحه الارقام لو انت عايز تتصل مباشره من الساعه، والمكالمات شغاله بشكل كويس جدا تقدر تعتمد عليها بشكل كبير قوي يعني. هنا التحكم في الساوند اللي شغال بشكل مثالي مع اوبشن حلو قوي، وهو ظهور بقى الصوره بتاعه الساوند. يعني لو احنا مشغلين ساوند بالشكل ده كده فتلاقي اهوت ده مثلا صوت، دي الصوره بتاعه الساوند اهي، فتلاقيها ظاهره في الساعه يعني زي الموبايل كده بالشكل ده، تلاقيها ظاهره في الساعه. اوبشن برضو اوبشنات الحلوه جدا، عمرنا ما شفنا الكلام ده في اي ساعه تانية فيها التحكم في الساوند بالشكل. التحكم في الكاميرا عن بعد، لازم طبعا نكون فاتحين التطبيق بتاع الساعه عشان نقدر ناخد لقطات من خلال الكاميرا بتاعته. الوزر او تزامن الطقس بيجي بشكل كويس جدا، وبيجي لك درجه الحراره على مدار اليوم، كل ساعه درجه الحراره فيها قد ايه، وبعد كده بيجي لك على مدار الايام برضو. بعد كده بيقول لك الغروب امتى والشروق امتى، وتفاصيل حلوه عن الطقس. التنفس بقى والحد من التوتر عشان تاخد شهيق وزفير مع الساعه. المساعد الصوتي او سيري او جوجل اسيست حسب نوع موبايلك، بتقوم انت رايح كده مشغله بالشكل ده وتدي اوردر للموبايل من على الساعه، زي مثلا اوبن يوتيوب، فتلاقي الموبايل نفذ لك الاوردر اللي انت طلبته منه يعني. طيب بعد كده هيكون عندنا هنا الستوب ووتش شغال بالشكل ده. بعد كده يكون عندنا هنا المؤقت، لو انت عايز تعمل مؤقت الساعه تديك تنبيه لما يخلص. المنبه تقدر تضيف منبه من على الساعه او من على الابلكيشن. شكل الاله الحاسبه لو انت عايز تعمل علامات حسابيه بشكل سريع. التقويم او الكالندر. وبعد كده عندك هنا ضوء الفلاش اللي شغال بشكل كويس جدا، في كذا تفصيله فيه يعني، في الوان مختلفه تقدر تخلي الساعه تنور بيها زي ما انت عايز. طبعا فيهم الابيض على سبيل يعني ايه لو انت عايز، لو انت محتاج الاوبشن الخاص بالاضاءه. عندك هنا البحث عن الموبايل بالشكل ده كده، تلاقي الموبايل بيضرب بنغمه خاصه بالابلكيشن. وبعد كده هيكون عندنا هنا الاعدادات. اول حاجه هتكون عندنا في الاعدادات هو تغيير شكل الخلفيه. تقدر بقى تسكرول كده تغير شكل الخلفيه. طبعا وسي ام اف بتيجي مميزه جدا في قصه الخلفيات اللي ممكن تعدل في الوانها، تعدل في اشكالها. يعني انت عندك هنا مثلا ممكن نغير اللون بتاع الخلفيه دي لمجموعه من الالوان اللي احنا ايه شايفينها مناسبه لينا، يعني كل واحد بقى وذوقه. فده اوبشن من الاوبشنات برضو اللي بتتميز بيها ساعات السي ام اف. طيب عندنا ايه تاني في الاعدادات؟ عرض التطبيقات، شكل التطبيق في القائمه. عندك هنا الشكل الافتراضي وعندك الشكل الشبكي. طبعا ايه هوريك بقى التاتش في الشكل الشبكي عامل ازاي، لان هو صافي يا صاحبي. شايف تاتش تحدي يا باشا انك تلاقي حاجه في الفئه السعريه دي بنفس الامكانيات. ما شاء الله كتب بالله يعني. بص تقريبا يعني واحده من افضل الساعات اللي جربتها في 2025 مفيش كلام يعني. طبعا بعد كده يخش عندنا العرض والسطوع بقى. واول حاجه هنا، اول حاجه مستوى السطوع. عندك طبعا تلقائي يا معلم حسب المكان اللي انت فيه الساعه تنور، وعندك ان انت تخصص بقى مستوى السطوع زي ما انت عايز. يعني طبعا تلقائي ده ممتاز، انت ما انتش محتاج تعدل السطوع، هو بيتعدل حسب بقى انت ايه الاضاءه اللي انت فيه. بعد كده عندك هنا الشاشه تقفل بعد وقت قد ايه، موجود من اول طبعا 5 ثواني لحد 20 ثانيه تفصل. بعد كده هيكون عندنا هنا الاضاءه الدائمه، اللي هو لو انا مفعله كده تفضل الشاشه كده منوره على الحاجه اللي انا واقف عليها لمده من اول 5 دقائق لحد 20 دقيقه. ده الحاجه اللي انا واقف عليها دي هتفضل منوره بالشكل ده كده. طيب ده ملوش علاقه بالاولوز اون ديسبلاي. الاولوز اون ديسبلاي ده حاجه ثانيه، اضاءه دائمه ديت انا مش بحب اعملها، لكن ده الاولوز اون ديسبلاي. طبعا تفتحه وتقفله من هنا، وعندك تختار اشكال متعدده لشكل الاولوز اون ديسبلاي. تمام، في اشكال مختلفه لشكل الاولوز اون ديسبلاي، تختار ما بينهم يا صاحبي حسب الشكل اللي انت عايزه. وده عندك بقى طريقه التفعيل، عايزه متجدول ولا عايزه بشكل ذكي. شكل ذكي دي يعني الساعه بتفهم لوحدها ان انت نايم فتقفل الاولوز اون ديسبلاي، ان انت صاحي تبدا تفعله او تجدوله بقى حسب يومك يعني. في اوبشن جامد جدا في الاولوز اون ديسبلاي، وهو ان انت تختار ما بين ان انت تخلي الاولوز اون ديسبلاي يكون تتبع للخلفيه، او انك تختار تمام انك تختار النمط اللي انت عايزه. فدلوقتي احنا اخترنا النمط، فلما هننزل الساعه بالشكل ده كده ادي الاولوز اون ديسبلاي جاي بنفس النمط اهو. شايفه يا صاحبي؟ ده الاولوز اون ديسبلاي. طبعا هو مظلم شويه لكن هو باين كويس للعين. طيب لو احنا بقى اخترنا ان هي تبقى تتبع للنظام، فطبعا لما هننزل الساعه كده هتبقى، لو احنا حاطين مثلا الخلفيه دي، فانت عندك شكل الاولوز اون ديسبلاي هيكون تتبع للنظام اهو. شايف يا صاحبي؟ حسب الخلفيه نغير الخلفيه، نحط الخلفيه دي كده تتبع للنظام. حط خلفيه او اولوز اون ديسبلاي ديجيتال. اوبشن جامد كنا بنقول مش موجود غير في ساعه معينه في السوق، لكن دلوقتي هي موجوده في ساعه السي ام اف، وده حاجه جديده لانج. عندك هنا اوبشن ان لما الساعه تيجي اشعار الساعه تنور او الشاشه تنور. وعندك هنا اوبشن الجامد جدا ان لما تكون الساعه مظلمه وتضغط على ضغطتين كده الشاشه تنور معاك، مش لازم حتى تعمل ويك اب. فلو انت لاغي الويك اب وضغطت ضغطتين الشاشه هتنور معاك. التحكم بقى في مستوى الصوت بتاع الساعه. عندك هنا ده عشان لما الساعه يجي لها رنين، ده مستوى صوت الرنين اهو. تمام، ده في الاشعارات. وعندك هنا المنبه
تحذيرات. عندك هنا انك تخلي الساعه سايلنت لو حابب، وعندك هنا هو بيقول لك هو حتى لو الساعه سايلنت المنبه هيشتغل ومالوش علاقه بين الساعه سايلنت ولا لا. هيكون بعد كده في عندنا هنا كلمه المرور، ودي اول ساعه برضو تيجي اصليه طبعا، يكون فيها انك تخلي الباسورد رقمي او تخليه بقى اللي هو تاتش كده. شوف دلوقتي تعيين اهو مثلا ادي باسورد تمام، فكده احنا عملنا باسورد. وعندك اوبشن حلو جدا انك مجرد ما تلاقي الساعه على طول تعمل باسورد، فاحنا كده خلاص قلعنا الساعه. فعلنا الاوبشن اهو الكشف عن المعصم، انت لابس الساعه ولا لا، فعلناه. نسيب الساعه بالشكل ده تلاقيها عملت باسورد على طول، ما نقدرش نعمل اي حاجه في الساعه بقى خلاص، لازم نفتح الباسورد بالشكل ده كده عشان الساعه تشتغل معانا. طبعا بنقفله عشان طول ما احنا شغالين هي اقول لكم يا رجاله انا نسيت الباسورد نسيته. فطبعا انا عشان افتح الساعه طلب مني ان انا بس اوصلها على الموبايل، واول ما وصلتها على الموبايل لقيت الموبايل بيقول لي انت نسيت الباسورد، تحب نعمل اعاده تعيين للباسورد؟ بس قلت له اهو عمال لي تم مسح كلمه المرور الساعه خلاص، مش محتاج ان انا بعمل اعاده ضبط مصنع. عندك اوبشن هنا العوده للمشاهده ده اللي هو الشاشه الرئيسيه، ان الساعه الشاشه اللي الساعه واقفه عليها ترجع للشاشه الرئيسيه بعد قد ايه، فانت بعد 30 ثانيه بعد دقيقتين بعد 30 دقيقه دايما ترجع للشاشه الرئيسيه. فانت بتحدد بقى حسب الاوبشن اللي انت محتاجه. وضع عدم الازعاج بتفتحه وتقفله من هنا بالشكل ده. وبعد كده عندك هنا وضع النوم عند تشغيل اهوت، ما يشغلك مكالمات ولا اشعارات، والساعه مش هتعمل ويك اب لما تيجي ترفع ايدك. وعندك هنا وضع توفير الطاقه، لما بنشغله الساعه برده مش بتعمل اي حاجه غير ان هي بتشتغل تايم بس، تايم فقط. بيجي لك الساعه والبطاريه واليوم والتاريخ، وعشان نخرج منه لازم نفضل ضاغطين ضغطه طويله بالشكل ده كده. اوبشن الايماءات والتحكمات في الايماءات السريعه اللي هو تهز الساعه ترد على المكالمه، تلف الساعه فتكنسل المكالمه، او التحكم في الساوند شغال بشكل كويس جدا. التحكم فيها بيكون من خلال الابلكيشن. عندك تحكمات كامله جدا اللي هو تدوير المعصم، في تحكم للمكالمات، تحكم في الساوند، تحكم في التمارين، تحكم في اخذ الصوره، تحكم في حاجات مختلفه لو انت مش واقف على الشاشه الرئيسيه. يعني كل التحكم فيهم بيشتغل لما بيكون واقف على الشاشه الرئيسيه. فمثلا لو انا واقف على شاشه المكالمات او الشاشه الرئيسيه، لو على الشاشه الرئيسيه بيشتغل الحاجات الاخرى دي. لو انا واقف على المكالمات، يعني مثلا لو احنا جبنا الاوبشن تدوير المعصم وقفنا على الشاشه الرئيسيه اللي هو الحاجات اللي لما بنقف على الشاشه الرئيسيه تشتغل، وقلنا له فتح تسجيل، وقمنا رايحين جايين على الشاشه الرئيسيه عملنا ايدنا كده هتلاقيه فتح التسجيل. واو. طيب لو احنا رحنا على الاوبشن الثاني اللي هو حرك ايدك، اللي هو اعمل ايدك كده، حرك ايدك، وقمنا رايحين واقفين على الشاشه الرئيسيه مره ثانيه وعملنا ايدنا كده، واو فتح الساوند. فانت عندك بقى تحكمات كتيره، يعني عندك ما شاء الله اوبشن جامد الصراحه يا جماعه. انا اتبسطت ان هو متوفر في الساعه، والاجمل ان هو التحكم فيه يعني سهل تقدر تعتمد عليه يعني. طيب بعد كده عندنا هنا بقى التحكم في الفايبريشن. عندك بقى في قوي وعادي ومش شغال. العادي حلو جدا. عندك ان الساعه تكتشف التمارين لوحدها. وبعد كده عندك التحكم في اللغه. عندك بعد كده هنا قائمه النظام، فيها بقى اعاده تشغيل وايقاف الساعه واعاده تعيين، ولو احنا عايزين نوصل الساعه بموبايل تاني. اخر حاجه هنا الاباوت، اسم الساعه والطراز وخلافه. وكده احنا اتكلمنا عن كل الحاجات اللي في السيتنج. طيب عندنا ايه تاني في القائمه؟ اخر حاجه هنا دليل المستخدم، ده فيه الكيو ار الخاص بالبرنامج. وكده نكون استعرضنا كل السوفت وير والمواصفات التقنيه، شكل الساعه تحفه، حجم الاستراب 22، كل التفاصيل المهمه دي. نخش على الجزء الفيديو ونتكلم عن برنامج ربط الساعه بالموبايل. والساعه خلاص بقت بتشتغل على برنامج ناثينج مباشره. قبل كده بتشتغل على برنامج السي ام اف، والمره دي بقى خلاص الدنيا بدات يعني حاسس ان في حاجات ما بين ناثينج وسي ام اف، والموضوع هيبقى منفصل ما بينهم. بس الساعه حاليا بتشتغل على برنامج يا سيدي الناثينج اكس، ده اسم البرنامج اهو. بنفتحه بالشكل ده. طبعا لما هنيجي نوصل الساعه اول مره لازم نكون فاتحين زي ما احنا متعودين في كل فيديوهاتنا، فاتحين جي بي اس، فاتحين بلوتوث، وطبعا داتا سواء واي فاي او الداتا الموبايل. عندك دي الواجهات بتاعه البرنامج، دي واجهه البرنامج فيها كل التفاصيل الخاصه بيك. وعندك هنا الحساب او الاكونت الشخصي بتاعك. وعندك لو انت عندك ايربود بتلاقيه فوق هنا، لو احنا موصلين ايربود هنلاقيها ظاهره ومنوره باخضر كده زي ما الساعه منوره باخضر. طيب خلينا في الساعه، ده المهم بالنسبه لنا. ده شكل الساعه زي ما احنا شايفين، اسم الساعه والسيريال نمبر بتاعها، وهتلاقي هنا نسبه البطاريه. عندك اول حاجه بنقابلها في البرنامج وهو الواجهات بتاعت الساعه جميله ومتعدده. دي الواجهات اللي اوريدي احنا منزلينها حاليا على الساعه. وعندك هنا لو انت عايز تخصص باشكال مختلفه، ده تخصيص اولاني، ممكن تخصص 3 خلفيات منهم تخصيص فيديو او تخصيص مجموعه من الصور. عندك هنا بعد كده الخلفيات الرقميه، وادي مجموعه من اشكال الخلفيات الرقميه الممتازه جدا.
جدا باشكال متعدده وستايلات مختلفه هتناسب بشكل كبير جدا كل الاذواق يا صاحبي. فخلينا مثلا ننزل الباك جراوند دي، جميله قوي شكلها حلو قوي الباك جراوند دي، ادي ننزلها وبنختار ان احنا نمسح اي حاجه، فمش شرط الحاجات الاساسيه مثلا مش عاجبني دي ممكن نستبدل دي، وهنلاقيها اتحملت بشكل سريع جدا على الساعه. التحميل بيكون بالسريع بشكل ملحوظ يعني زي ما انت شايف كده. تعال نشوف شكل الباك جراوند بعد ما نزلناها، تحفه. الجميل بقى زي ما احنا قلنا قبل كده ان كل باك جراوند ليها اولويز اون ديسبلاي خاص بيها، او تقدر تختار انت اولويز اون ديسبلاي من على الساعه نفسها، لكن كل خلفيه ليها اولويز اون ديسبلاي خاص بيها زي ما انت شايف اهو. ده التايم كده، ده الاولويز اون ديسبلاي الخاص بالخلفيه. طيب عندنا ايه تاني؟ خلينا اوريك شكل الخلفيه تاني عشان بتبقى في ناس مهتميه قوي. كل الباك جراوند في اول تصنيف رقمي، تاني تصنيف تناظري اللي هو العقارب، ودي شكل الخلفيات العقارب، مجموعه برضو حلوه جدا من الخلفيات العقارب اللي ممكن تحمل اي حاجه فيهم حسب ذوقك. دي جامده قوي ودي جامده جدا. عندك بعد كده فيها حاجات متعدده الوظائف بقى، بيكون فيها زي داتا في الخلفيه، داتا قياس نبض قلب، داتا خطوات وهكذا. بعد كده في عندك هنا خلفيات بشكل ابداعي، مجموعه برضو من الخلفيات. وعندك هنا حاجات بقى الافتراضيه اللي موجوده بالفعل على الساعه او ما بتحمل الساعه، طيب او ما بتشغل الساعه. وعندك هنا بعد كده بقى المدرب الجري الخاص بيك، ده برنامج تمريني خاص بيك. انت تخش على البرنامج ده وبتبدا بقى تديله طلبات معينه انت محتاج تعملها، سواء مثلا تخس، عايز تخس كام كيلو، عايز تمشي وهو بيبدا يعمل لك تمارين لمده. يعني انا مثلا قلت له عايز اخس مثلا 10 كيلو او 20 كيلو، قال لي عايز تخسهم في مده قد ايه، اديته المده. قال لي عايز تلعب كام يوم في اليوم، اديته. وبيبدا بقى هو يفكرك ويحدد لك الوقت اللي انت محتاج. برنامج تمريني خاص بيك انت. عارف انت الاعلانات اللي بنشوفها على الفيسبوك بتاعت احنا نحضر لك الداتا وانت تروح تلعب في، هو ده بيحضر لك بقى الداتا دي طبعا فور فري كل الكلام ده. ومدرب خاص بيك انت بتقوم رايح جاي بقى، لما تقوم عامل كده هتلاقيه طبعا انا محدد له لما بضغط ضغطتين على سكرول كده بيقوم لي المدرب الخاص بيك اهو. يلا نبدا التدريب. وهنعمل ايه؟ هنركض بقى في الهواء وفي احماء وشغل. يعني الساعه موجهه بشكل كبير جدا للرياضيين والناس اللي بتلعب رياضه يعني. تمام. عندك بعد كده هنا بقى الرياضات العاديه بقى، التمارين الرياضيه العاديه. في عندنا على الساعه حوالي مثلا 20 تمرين، وفي تمارين مختلفه كتير جدا بكل الانواع. لو في تمرين فيهم عايز تنزله بتقوم محمله على الساعه، تضيف كده شكل التمرين اهو، وتضيف الابلكيشن او نوع التمرين اللي انت مثلا وليكن تمرين بطن مثلا اهو، تمت الاضافه، نعمل اوكي. لما نخش على الساعه هنلاقيه. طيب عندنا بعد كده هنا مراقبه الصحه، في مراقبه ضربات القلب 24 ساعه على مدار الاسبوع، تكرار النبض كل 5 دقائق، تنبيه بمعدل ضربات مرتفعه بتحدد حسب احتياجك، وتنبيه بمعدل ضربات منخفضه بتحدد برضه حسب احتياجك، وتنبيه بمعدل ضربات القلب الاولانيه دي اثناء الراحه دي مرتفعه باي شكل من الاشكال. طيب عندنا بعد كده هنا مراقبه الاكسجين في الدم على مدار اليوم على مدار الاسبوع، برضه بتنبيه لما درجه تقل. مراقبه الضغط التلقائي، مستوى الضغط برضه تقدر تحدد له تنبيه. الضغط مش الضغط الدم، ده ضغط اللي هو الستريس. تتبع النوم برضه تقدر تحددها من هنا، تتبع لك النوم تقول لك انك نمت النهارده كويس، لا ما نمتش كويس. تذكير بشرب الميه برضه اوبشن تفتحه من هنا. تذكير بالوقوف اوبشن تفتحه من هنا، وشويه اوبشنات كتيره جدا خاصه بمتابعه ومراقبه الصحه. بعد كده يكون عندنا هنا بقى الاشعارات، والاشعارات شغاله بشكل كويس جدا جدا، من احسن التجارب ليا في الاشعارات. لما هنقارنها مش هنقارنها باي ساعه لا زيها ولا اقل منها ولا في نفس الفئه السعريه، هنقارنها بهواوي ومونو. الاوبشن الجميل جدا ان انا ما يجيليش اشعارات طول ما انا ماسك الموبايل. طول ما انا ماسك الموبايل اشعارات ما تجيليش، ولا الموبايل ولا الساعه تضرب ولا يجي عليها اي تنبيهات. والتعامل الادمي معاك لما بتكون ماسك الموبايل في ايدك. طبعا عندنا هنا تذكير بالاتصالات، وهنا عندك مزنه جهات الاتصال، وهنا اشعارات التطبيقات. كل التطبيقات اللي عندك على الموبايل هتلاقيها موجوده، تقدر تفتح اللي انت محتاجه وتقفل اللي انت مش محتاجه بشكل كويس جدا. بس تحمل كده هنلاقيها كل التطبيقات بلا استثناء. وعندك التطبيقات الاضافيه اللي على الجهاز اللي البرنامج مش شايفها، تقدر تفتح فيهم اي حاجه زي ما انت عايز. ادي كل اللي على الجهاز اهو، مثلا نفتح لو اي حاجه بقى احنا محتاجينها نفتح بالشكل ده. طيب عندنا بعد كده هنا المنبهات، لو انت عايز تضيف اوقات منبه ممكن تضيفها من هنا او من على الابلكيشن، او من على الساعه، ده شغال بشكل كويس جدا. بعد الاشعارات عندنا هنا بعد كده يكون عندنا هنا التطبيقات المصغره اللي هي بتكون موجوده في الشاشه الجانبيه بالشكل ده. نقدر ان احنا نعدل ترتيبهم، يعني نقدر ان احنا مثلا لو عملنا كده نجيب مثلا هنا المكالمات في الاول، نجيب مثلا التحكم في الساوند بالشكل ده الثاني، او ان احنا كمان نقدر ان احنا نمسح ونضيف
في حاجات تانية. فمثلا عندنا كده لو احنا مثلا مش عايزين نبض القلب بالشكل ده نشيلها كده ونضيف مثلا، يعني ممكن نضيف عندنا مدرب الجري ده موجود. ممكن نخصص كمان اهو، يعني عندنا دي كده ممكن نخصصها، يعني في حاجات عندنا نقدر نخصصها، يعني مثلا ممكن دي نخصصها كده ونحط فيها حاجات ونرتب شكل الايكون بشكل مختلف. ممكن نضيف مثلا الطقس بالشكل ده، وبالتالي هيكون عندنا القائمه دي اتغيرت خالص بترتيب مختلف وتضاف فيها حاجات وتشال منها حاجات وهكذا. ده بالنسبه للتطبيقات المصوره. عندك هنا التذكير، لو انت عندك تذكير بتضيفه والساعه بتنبهك بيه. هنا بقى تفريغ التسجيل، لما بنيجي نعمل تسجيل من على الساعه، طبعا الساعه فيها تسجيل، احنا شفنا الكلام ده قبل كده. لما بنخش ونسجل نقدر نفرغ التسجيل على الموبايل بشكل سريع، يعني طبعا صوت التسجيل والريكورد شغال بشكل حلو جدا، تقدر تعتمد عليه بشكل كويس قوي. اخر حاجه هيكون عندنا هنا وهي اعدادات الجهاز، اللي هيكون فيها شويه اوبشنز، تعالى نتكلم عنه بالتفصيل برده كده. اول حاجه هتكون عندنا وهي الاتصالات المتكرره، الناس اللي انت بتكلمها بشكل كتير ومحتاج ان انت تكلمهم من على الساعه مش تكلمهم من على الموبايل. عندك هنا تقدر تسجل لحد 30 اس زي ما انت شايف معايا بالشكل ده كده، وتعمل لهم تزامن عشان تكلمهم مباشره من على الساعه. فانا عامل سينك لرقم واحد اهو، اقدر ان انا لما اخش على القائمه بالشكل ده كده واجيب سجل المكالمات او اجيب جهات الاتصال، المكالمات الهاتفيه، واجيب جهات الاتصال، هلاقي المكتبه، اقدر ان انا اتصل بشكل مباشر من على الساعه بدون ما استخدم موبايل. لو الموبايل بعيد عني اعمل المكالمه بشكل مباشر. طيب عندنا ايه تاني؟ طبعا زي ما بكرر في كل فيديوهاتي، الجهات اللي احنا مسجلينها دي ملهاش علاقه باظهار اسم المتصل، انت بالفعل الساعه تدعم اظهار جميع اسماء المتصل. عندك بعد كده هنا الرد السريع. الرد السريع فيه اكتر من 7 ردود، وتقدر انت تضيف 3 ردود مختلفه، وغير كده تقدر تعدل على اي رد. يعني ممكن مثلا لو انت الردود دي انت مش محتاجها ممكن تعدل، يعني مثلا كلمه شكرا دي ممكن نشيلها ونخليها تسلم يا برنس مثلا، وبقت كده خلاص الرد اتغير. فانت ممكن تعدل الردود زي ما انت عايز. عندك رد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 ردود تقدر انت تعدل ما بينهم بشكل كويس. طبعا الساعه فيها راست للتمرين، لو انت مثلا بتمشي الساعه تعرف ان انت حاليا بتمشي عندك، فتديك نوتك ان انت لو انت بتلعب رياضه المشي دلوقتي يلا نشغل المود الرياضي فتشغله. طبعا الويك اب شغال بشكل كويس، مجرد ما طبعا لازم نكون لابسين الساعه عشان الاولويز اون ديسبلاي يكون شغال، لان احنا عاملينه بالوضع الذكي، فالاولويز اون ديسبلاي مش هيشتغل طول ما احنا حاطين الساعه. المهم لما بنرفع ايدنا كده الساعه بتنور معانا. عندك بعد كده مزامنه التقويم مع النظام تمام زي الفل. الايماءات السريعه اللي شغاله بشكل كويس جدا وانا مفعله، لما بعمل ايدي كده بتشغل الساوند معانا، وعندك تحكم كامل في الايماءات السريعه. طيب خلينا اشرح لك الايماءات السريعه دي بشكل سريع. عندك هنا في الاوبشن بتاع كده ترد بانك تعمل كده فيبقى في تصرف من الساعه، او تهز ايدك كده فيبقى تصرف من الساعه. لازم تكون مقرب ايدك من صدرك عشان يكون متشغل معاك بشكل كويس. شوف بقى لما بيجي لك مكالمه تقدر ان انت ترد او تكنسل او تنهي، او ما تعملش اجراء، ما يبقاش في اجراء، او ترد او تكنسل او تنهي المكالمه. عندك التحكم في الساوند برضو تقدر تتحكم فيه، بس كل اوبشن من دول لازم تكون واقف على الشاشه. فانا لو عندي تحكم في الساوند لما هعمل ايدي كده لازم يكون في واقف انا على شاشه التحكم في الساوند. فعندي التالي او السابق او زياده الصوت او خفض الصوت، او ما يبقاش في اجراء. في التمارين نفس الكلام، في ان انا اخد لقطه نفس الكلام، في لما اكون واقف على الشاشه الرئيسيه نفسها يبقى في حاجه معينه. فانا مثلا عامل هنا ان انا لما اعمل تدوير للمعصم كده يعمل فتح التسجيل، فتح التسجيل على طول مجرد ما هزيت ايدي. طيب نفس الكلام في الحركه دي، ان انت عندك برضو لما بتكون في مكالمه يبقى في اجراء معين، لما بيكون في تحكم في الساوند في اجراء معين. فمثلا انا واقف هنا كده، لو رحنا على الساوند بالشكل ده المفروض لما انا هعمل كده هيبقى في اجراء معين، بس لازم تكون اعتقد الساوند شغال يعني او مفتوح على الاقل في الخلفيه. بص بقى، فزي ما احنا قلنا لما هنيجي نهز ايدنا بالشكل ده كده تلاقي الساوند اتغير يعني تاني اهو. بس طبعا لازم تكون حاطط ايدك قريب من صدرك وواصل الساعه كده، تعمل كده تقعد بقى تجيب لك الساوند اللي قبل كده معلم بقى، تقعد ايه براحتك يعني اشتغل براحتك. طيب عايزين بقى نعمل الاوبشن الثاني، هنقوم رافعين ايدنا ونعمل ايدنا كده. فهمت يا صاحبي؟ فالايماءات شغاله بشكل كويس جدا، وصراحه يعني موضوع عاجبني يعني. المهم بعد كده عندك بعد الايماءات في بقى زر الاختصار، اللي هو الزر ده من خلال انك تضغط عليه ضغطتين يعمل لك حاجه محدده. فمثلا لو انا عايز مثلا اخليه فتح التسجيل او رايح جاي موافق بالشكل ده كده، ادي نقف على الشاشه الرئيسيه نضغط ضغطتين هيفتح لنا التسجيل مباشره. بعد كده يكون عندنا اوبشن عدم الازعاج، نقدر نفتحه ونقفله من هنا ونحدد له وقت بدايه ووقت نهايه، بندي له اوردر ان هو يبقى التحكم في الساوند شغال بشكل كويس. فتقدر تفتح وتقفل الاوبشن ده عشان ما تتحكمش في الساوند من على الساعه. طبعا يعمل ابديت للطقس. وعندك هنا الساعه العالميه لو انت عايز تتابع الساعه في بعض دول العالم، فبالتالي لما هنخش على الساعه بالشكل ده كده ونخش على الساعه العالميه هتجيب لك الساعه في الدول دي كام دلوقتي. طيب بعد كده هيكون عندنا هنا البحث عن الساعه. طبعا الساعه
تضرب رنه حلوه جدا تعتمد عليها وتسمعها بشكل كويس. واخر حاجه هتكون عندنا هنا لو احنا عايزين نعمل اعاده ضبط مصنع للساعه، وكمان لو احنا عايزين نقفل او نلغي الكونكشن بتاع الساعه. خلينا اوريك التحكم في الساوند شغال بشكل كويس ولا لا. وطبعا الصوت بيطلع من الساعه او من ايربود زي ما احنا عايزين. فمثلا لو احنا نشغل الساوند بالشكل ده كده، نقدر ان احنا اهو نفتح الساوند كده الصوت يطلع من الموبايل عادي، نجيب الساوند اللي بعد كده او اللي قبل كده، او نجيب الساوند من الاول، او نوقف، او نتحكم بقى في الساوند الصوت مستوى الصوت عامل ايه بالشكل ده كده. تحكم سلس جدا وسموز قوي وشغال بشكل كويس. فلو احنا عايزين نشغل ايربود بالشكل ده كده، نفتح الايربود ونوصله ونبدا نتحكم مثلا، او هنسمع من الايربود هنوصل الايربود بتاعنا. وزي ما قلت لك بقى هتلاقي ظهرت في البرنامج دلوقتي ان الايربود ارتبط اهو. شوف نورت بقى ايه، هو عايز نحدث الايربود عشان يشتغل معانا. فبس هو شغال هنا معانا، بس هو مديني اضاءه حمراء ان في ابديت يعني. المهم فنقدر ان احنا لو هنسمع من الايربود بالشكل ده كده تمام، نتحكم بقى يا معلم من هنا اهو، نجيب الساوند اللي بعد كده والساوند اللي قبل كده وتعلي الصوت. التحكم شغال بشكل كويس، تقدر تعتمد عليه. خلينا نخش دلوقتي بقى على اظهار اسم المتصل اللي شغال بشكل كويس. بس الساعه طلع اظهار اسم المتصل زي ما تشوف بشكل كويس. احنا مش مسجلين اي رقم غير رقم المكتبه. عندنا هنا بقى في الاوبشنات اللي احنا قلنا عليها، في ان احنا نخلي الساعه سايلنت، نقدر ان احنا نكنسل او نرد، وده شكل الساعه في الرد. ده اوائل الاخبار. الصوت عامل ايه؟ انا سامعك كويس جدا. انت سامع كويس؟ والصوت برضو بتاعك واضح قوي. ايه الاخبار؟ لا انا بس بسمع الناس صوت السبيكر، اتمنى يكونوا سامعينه كويس. انت سامعني كويس، انا كمان سامعك كويس، والصوت واضح بالنسبه لي قوي يعني. طيب عندنا ان احنا نقدر نعمل ميوت للمكالمه، هو كده مش سامع اي حاجه. نقدر نتحكم في الساوند بتاع المكالمه ونعليه ونوطيه. واخر حاجه عندنا ان احنا نقفل المكالمه بالشكل ده. من الاوبشنات الجامده جدا عندنا في الساعه، وهو ان احنا نقدر نرد على الاشعارات اللي بتجيلنا. تحديدا وشغاله بشكل كويس هي اشعارات الماسنجر. خلينا اوريها لك كده. نبعت لنفسنا مسج على الماسنجر واوريك الرد هو جاي عامل ازاي. تمام، ادي الاشعار جه اهو، اقدر ان انا ارد عليه. فممكن نقوم داخلين كده عاملين كده انا مشغول مثلا، تمام، وهتلاقي الرد وصل اهوت انا مشغول. الردود شغاله بشكل كويس في الاشعارات، جربتها على الماسنجر شغاله بشكل كويس. على الواتساب الاعمال مش مظبطه احسن حاجه، لكن شغاله بشكل كويس على الماسنجر. وفي المكالمات طبعا مفيش ردود، هي الردود بتكون عادي. بكده نكون خلصنا كلامنا عن الجزء الفيديو، اتكلمنا عن البرنامج وجربته الساعه موبايل. تعال نخش دلوقتي بقى على الجزء الاخير من الفيديو ونتكلم عن والخلاصه وراي عام عن الساعه السي ام اف الواتش 3 برو. اجدد ساعات سي ام اف باحدث تقنياتها، بافضل ماتيريال واداء ممكن تاخده من ساعه في نفس الفئات. اللي ما قلتلكش في الريفيو هو البطاريه، استخدام للساعه بالاولويز اون ديسبلاي، وفتح كل الاوبشنز مع كونكشن بالموبايل، رد مكالمات وغيره، وتجربه شاقه عشان اعمل لك ريفيو. قعدت معايا 4. استخدام متوسط معتدل ممكن تقعد معاك لحد 6 ايام، في الستاند باي تقعد معاك لحد 13 او 14 يوم. فده بالنسبه لي. الساعه بتيجي بشاشه كمان تستحمل الصدمات والخبطات بشكل كبير جدا، والاطار ده بيحميها ومش بيتفك عشان يتغير، من ضمن الحاجات اللي كانت مختلفه عن الفيرجن السابق. فانت بتاخد كمان شاشه قويه وماتيريال حلو جدا. الساعه مقاومه ميه بمعيار اي بي 68، تقدر تستخدمها في الميه بشكل بسيط يعني، زي وضوء وغسيل وش والكلام ده، ما تقلقش مفيش اي مشكله. اللغه العربي واظهار اسم متصل والقياسات والمدرب الذكي والمساحه الداخليه، وانك تعمل بيها ريكورد والقياسات الدقيقه والجي بي اس والوضع التلقائي والسطوع التلقائي والوضع المتعدد. كل التفاصيل دي بتخليها واحده من الساعات الناجحه جدا جدا، واللي اعتقد هتنافس بشكل كويس قوي في الفئه السعريه اللي هي فيها. طبعا لو انت بتحب براند السي ام اف، فانا عايز اقول لك ان هو مش براند، مش بحب المقارنات قد كده، وانا مش بعتمد او مش واخد نهج المقارنات في القناه عندي. لكن انا عايز اقول لك ان سوفت السي ام اف في نفس راحه السوفت بتاع ساعات الهواوي والهنا. انت بتاخد سوفت من شركه هي اصلا بتعمل سوفت موبايل، فانت ما بالك بقى لما يكون الناس اللي بتعمل سوفت موبايل دي بتديهولك في الساعه، فانت بتاخد برضو ماتيريال وكواليتي وتصميم واداء ساعه احسن بكتير قوي من الحاجات اللي موجوده في نفس الفئه السعريه. مش عايز اطول عليك في الريفيو اكتر من كده، لان احنا طولنا بما فيه الكفايه. اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه السي ام اف الواتش 3 برو. بكده ان شاء الله نكون خلصنا ريفيو لواحده من افضل الساعات اللي هتتوفر في 2026. اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في نفس الشيء سبسكرايب لك من اللايك الجميل، فعايز لك اشوف كل جديد في عالم السمارت واتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. لو الساعه عجبتك فهتلاقيني حاطط لك في الايفون اللينك بتاع الويب سايت، وهتلاقيه في الديسكربشن، ولو انت وصلت لاخر الفيديو هتلاقيه برده موجود هنا. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.